إذن إلى ضيفي العميد عبد الناصر فرزات المحلل العسكري ينضم إلينا من برلين. أهلا بكم سيادة العميد، كيف تقرؤون هذا الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف دورية لقوى أمن الطرق قرب مدينة معرة النعمان وآلية التنفيذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهدائنا شهداء الثورة. في الحقيقة يأتي هذا الهجوم المسلح عبارة عن سلسلة من الهجمات التي ينفذها أعداء الثورة ومن بعض الأقليات العنصرية المتطرفة، وخاصة نظام داعش ومن يدعمه من الأقليات المتطرفة. وعندما أقول الأقليات أقصد بها بعض الأقليات المجندة للخارج وليس الأقليات بشكل عام أثناء حديثنا في هذا الموضوع. إذن يأتي هذا الهجوم عبارة عن إحدى سلسلة الهجمات التي يشنها أعداء الثورة في الشمال الغربي من سوريا بقصد إلهاء الحكومة وإلهاء قوى الأمن الداخلي والجيش السوري عن مهامهم في ضبط أمن الدولة من الجنوب إلى الشمال، بحيث يتم إلهاء قوى الأمن والعناصر بالشمال الغربي الذي هو يعتبر في الأساس منطقة مستقرة وليس منطقة ضد الثورة أو ضد الحكومة. لذلك نقيم هذا الهجوم بأنه هجوم استفزازي، الغاية منه هو إلهاء الحكومة، إلهاء الثوار عن تأدية مهامهم، وخاصة يأتي في الوقت الذي تقوم به الدولة بعرض خطة أمنية لاستقرار سوريا والتواصل مع الخارج وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية لضبط الأمن والاستقرار. ونقول أن سوريا أصبحت آمنة ومستقرة ومنفتحة على العالم الخارجي لتأمين دعم اقتصادها وبنائها في المستقبل. في هذا الوقت لا يروق للجماعات المتطرفة من داعش ومن الشمال الشرقي ومن جنوب سوريا هذا ما يجري في سوريا، لذلك بدعم خارجي من إسرائيل حصرا أو من عصابات قنديل. ونقول هنا عبارة عن هذه العصابات هي عصابات مارقة ليست سورية في الأساس، ولكن هي عصابات أجنبية يتم تشغيلها من الخارج وخاصة من إسرائيل أو عصابات إيران وغيرها من العصابات المارقة. هذه عصابات إذن أجنبية تستغل خيرات البلاد يروق لها عدم الاستقرار والأمن في سوريا. لذلك نرى أنها إحدى المرات تهاجم في الشمال الشرقي وفي تدمر وفي الجنوب، واليوم في الشمال وهذا ما أريد أن الغربي أسأل في عنه معرة سيادة النعمان. العميد، هل يعني من دلالات معينة لهذا الهجوم، لا سيما أنه جاء بعد الهجوم الإرهابي في تدمر؟ بلا شك يدل على تنسيق بين القوى المتطرفة التي تسعى إلى إفشال الأمن والاستقرار بسوريا. ويمكن أن نقول أن قسد على أساس ولدت من أجل ضبط الأمور ومحاربة داعش. ويمكن أن نرى في الأزمنة الأخيرة في الوقت الأخير عندما يظهر الاستقرار أو يبدأ الاستقرار في سوريا أن هناك تعاون بين داعش وقسد من أجل عدم تأمين الاستقرار في سوريا. إذن هذا لا أستبعد أن يكون هناك وراء هذه العملية تنسيق مباشر بين داعش في تدمر أو في الصحراء السورية وبين قسد ولتنفيذ عمليات متكررة أو سلسلة من العمليات في سوريا ممكن أن تكون خاصة في الشمال السوري أو في محافظات أخرى لإلهاء الدولة عن ضبط الأمن. طيب سيادة العميد، سوريا. وباعتباركم محلل عسكري، على ماذا استندتم في معلوماتكم على هذا التعاون الناشئ بين قسد وتنظيم داعش فيما يتعلق بمحاولة ضرب الاستقرار في سوريا؟ طبعا علينا أن نستقرأ من هو المستفيد من ضرب الاستقرار في سوريا وضرب الأمن وإفشال الحكومة السورية في تأمين مهامها أو إفشال العلاقات التعاون التي تقوم بها الحكومة السورية بين الداخل والخارج، وبين حاليا تقوم هي مهام العدالة الانتقالية للخروج بسوريا من كافة الأزمات والمشاكل التي تحيط بها. هذا الاستقراء يعطينا من هو المستفيد
بعدم الاستقرار بلا شك في الدرجة الأولى إسرائيل ومشغليها. مشغلها منهم عبارة عن قسد، داعش، وعصابات الهجرة في الجنوب. إذا لا نستبعد طالما أن العدو واحد، والعدو هو استقرار سوريا وأمنها لهذه المنظومات المارقة، إذا لا نستبعد أن يكون هناك تعاون بين قسد وبين داعش من أجل خرق الأمن السوري، وهذا نعم. طبيعي جدا. أعداء الجهتين هم أعداء للثورة السورية، والجهتين عبارة عن مشغل واحد يمكن أن نقول من الخارج. فالمشغل الأساسي لهذه العصابات الذي لا يريد أمن واستقرار سوريا يمكن أن يجمع بين هذين العصابتين لتنفيذ مهام مشتركة سواء في الجنوب أو في الشمال السوري، والغاية منها هي يعني زعزعة الأمن أو زعزعة استقرار البشر والناس في الشمال وفي الجنوب وفي وسط سوريا. نعم. طيب سيادة العميد، على الرغم من كل هذه التحديات نجحت إذن الحكومة السورية في ضبط الواقع الأمني في مختلف المناطق، رغم كما قلنا هذه التحديات المستمرة لوجود عصابات خارجة عن القانون، لوجود مجموعات إرهابية. نسأل إذن عن كيف نجحت إذن اليوم القوى الأمنية في بسط الأمن رغم كل هذه التحديات؟ دعنا نقول أن هذه العملية ليست عملية تدل على أنه لا يوجد أمن في سوريا، نعم، بل هي على العكس، محاولة أن لضرب هذه الأمن. العمليات نعم، أن هذه العمليات تجري في معظم الدول، حتى في أمريكا وروسيا وفي أي دولة في العالم. لا يعني أن وجود عملية خرق أمني لهذه، خاصة أن هذه العملية تتميز بأنها دورية مارقة، أو عملية مارقة سريعة وخاطفة، يعني تم تنفيذها بسرعة وبشكل خاطف، وإنما تدل على أنها عملية مدروسة من قبل تنظيم معين، ألا وهو الأرجح تنظيم داعش أو قسد. فهذه العملية إذن عملية لا تدل على ضعف الأمن، بل القوات الأمن تقوم بمهامها، ولكن لا يمكن لأي دولة في العالم نعم. أن تقول أنها تحافظ على أمنها بشكل عام 100%، ولا مستحيل أن يكون ذلك. ولكن علينا أن نعمل على حفظ الأمن بتكثيف عدد الدوريات، بتوجيه خطاب إعلامي للشعب السوري، الشعب الثائر الذي يهمه أمن سوريا واستقرارها. وعلينا توجيه خطاب إعلامي من الجهات الإعلامية بشكل كامل للحفاظ على أمن الأقليات والحوار مع زعماء الأقليات لتطمينهم بأن سوريا هي للجميع، وأن حقوقهم محفوظة كحقوق مواطنين سوريين، يحق لهم ما يحق لنا وعليهم ما علينا. عندما نتوجه إلى النخبة الخبيرة أو النخبة في الأقليات نستطيع أن نحفظ أو نساعد في حفظ الأمن. أما أن نقول خرق هذه العملية أو وجود هذه العملية هو أن الأمن في سوريا غير مستقر، لا، أنا أطمن الشعب السوري وأقول أن في سوريا الأمن مستقر، ولكن نسعى إلى تحسين هذا المستوى من الأمن كما تسعى كافة الدول إلى تحسين أمنها. ولكن الخرق لا بد له من وعي جمهوري، وعي جماهيري كامل لمساعدة قوى الأمن في تنفيذ نعم. مهامها إذن وعي والإدلاء بكافة. جماهيري، هذا يؤكد مرة أخرى بأنه لا وجود لأقليات في سوريا، جميعنا سوريين متساويين في الحقوق وفي الواجبات. هناك من يحاول استغلال نعم. إذن ربما يعني هذه النقطة لخلق حالة من التوتر الأمني في بعض المناطق السورية. إذن سيادة العميد، آلية التنفيذ لهذا الهجوم كيف تنظر إليها من منظور عسكري؟ يعني هي محاولة استهداف ومن ثم بعدها يلوذ المهاجمون بالفرار. هل هذا يدل على الضعف والوهن الذي تعاني منه هذه المجموعات الإرهابية؟ لا تجرؤ على المواجهة بشكل مباشر. بالحقيقة تمت العملية بتنفيذ بشكل سريع وخاطف جدا، ومن قبل مجموعة من العناصر لا يتجاوز عددهم 2 أو 3 أو 4، مجموعة قليلة جدا. هذا تدل على أن الأمن في سوريا مستتب. لو أن هذه العملية تمت من قبل مجموعة كبيرة لقلنا أن هذه المجموعة استطاعت أن تتحرك ضمن الأراضي السورية وضمن البادية وضمن الشمال الغربي من سوريا بشكل حر ومستقل، ولكن عبارة عن سيارة مارقة تستهدف دورية للأمن الطرقات
تحافظ على أمن المواطنين. هذا يدل على جبن ونذالة هؤلاء المنفذين، وتدل على أن الأمن أن جهاز الأمن يقوم بمهامه بشكل كامل، بحيث لا يسمح لمجموعات كبيرة من التحرك والتنقل ضمن الأراضي السورية، بل استطاعت مجموعة خاطفة، وهي مجموعة انتحارية بالأحرى، ولكن استطاعت بالفرار فور تنفيذ العملية. وهذه لا أقرأ فيها أي فن عسكري، لا أقرأ فيها أي تمييز بتنفيذ العملية، وإنما هي عملية جبانة تدل على جبانة ونذالة منفذيها، ويمكن أن تكون عبارة عن عملية انتقامية من قبل مجموعة من الأفراد أرادوا أن ينتقموا من قوى الأمن الداخلي أو من الأمن بسوريا. لذلك يجب نعم، أن لكن لا نعطي المفارقة سيادة التطعيم العميد الإعلامي. أنه هذه الدورية هي دورية لأمن الطرق، يعني ليس من اختصاصها أصلا يعني الجانب الأمني، بمعنى الأمني هنا أقصد يعني ملاحقة تنظيمات إرهابية وما إلى ذلك. هي دورية يعني تعمل بمثابة شرطة مرور تقريبا، تحاول ضبط الأمن على هذا الطريق الدولي. كيف يمكن النظر لهذه النقطة؟ بالضبط، وهذا ما أردت أن أقوله، أن عبارة عن عملية جبانية. المنفذون جبناء لا يستطيعون أن يجرؤوا على مقاومة أو مجابهة قوى الأمن الداخلي، بل استطاعوا تنفيذ هذه العملية بقوى أمن هي عبارة عن أمن للطرقات تقوم بحفاظ على أمن السير، وهي عبارة عن دورية شرطة مرور لا أكثر ولا أقل. نعم. لذلك لا أرى فيها من الفن العسكري، من فن العصابات بتنفيذ عملية عسكرية أو عملية يعني نستطيع أن نقول عملية مميزة واستطاعت أن تخرق الأمن. لا، لم يستطيعوا خرق الأمن، بل هي عملية جبانة منفذوها جبناء، ممكن أن يكونوا منتقمين مجندين للخارج، تابعين ممكن لقسد أو تابعين لداعش. في هذا الوقت الذي تحاول الدولة السورية ويحاول الشعب السوري إعادة بناء سوريا على أسس مدينة في الاستقرار والأمان. وتجري إذن الآن وزارة الداخلية التحقيقات اللازمة للكشف عن هوية المتورطين بهذا الهجوم الجبان، وبالتأكيد ننتظر نتائج هذه التحقيقات، وننتظر بالمقابل اليوم القبض على هؤلاء القتلة، هؤلاء المجرمين. أشكرك جزيلا العميد عبد الناصر فرزات، المحلل العسكري، ضيفي من برلين.